من العوامل اللي ممكن توقفك في الصيف وتعمل معاك مشكلة في قلب العنبر بتاعك أو القطاع بتاعك على السطوح، سواء أنت المكان اللي مربي فيه. طبعا اليومين دول الجو حر، فأنت محتاج منك حاجات كتير. أهم حاجة بالنسبة للأمهات اللي بتتلقحش معاك على طول، يا ريت قبل ما تسمع الفيديو ما تنسناش في اللايك والشير. وتعالى برضه أفرجك نعمل إيه. أول خطوة يا جماعة هنعملها اللي احنا نفطم الارنب من تحت امه بدري. اول ما يوصل معاك ال 28 يوم وبدا ياكل لازم تفطمه بدري اهوت يا جماعه، عشان الام تقبل معاك تلقيح. في امهات لما بترضع مع الحراره ما بترضاش تمسك معاك تلقيح بسرعه. طبعا في الصيف قلنا كذا مره اللي احنا نلقح بالليل اهوت يا جماعه. ما دام يقدر يعتمد على نفسه مفيش اي مشكله. افتم ان شاء الله تفتم كله يا جماعه، مفيش اي مشكله اهو، عشان الام تبدا معاك عمليه التلقيح.